وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaynu soo gaarnay majliskii toddobaad waynu ka bilaabayno xadiidka 18 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. عن أنس بن مالك وحلقوري رضي الله عنه الله كرى لنقضي قال أنس حيري كان رسول الله رسولك اللوحوها صلى الله عليه وسلم إذا غزا مرك أودوليه أودولان أوقليه قال وحوده جري كدو عيسان جري اللهم إلهي وأنت أذيقا يا عضدي عدودي دا أذيقا عدودي دا أذيقا معناه ذا وحويان إلهي وأقودي أن كدقا القلي أذيقا ويان ونصيري kii ii hiilinayay ii gargaarayna adiga weeyey bika adiga sababtaada ama kaalmadaada ayaan axuulu aan cadowga uga xeeladaysanaya wa bika adiga kaalmadaada ayaan asuulu cadowga ku boodayaayo aan ku qasbanaya buu yiri wa bika ilaahay adiga sababtaada iyo kaalmadaada ayaan uqaatilu cadowga kula dagaalamaya. marka macnaheedu waxa weeyaan wuxuu nabiga calayhi salaatu wassalaam iska bariyeelayaa agoodtiisa iyo xeeladtiisa inuu cadowga uga guuleysanayo. maxaa yeelay qofka markuu arinta waxa ka dhalanaysa cujbi inaa qofka uu muxuu ahay ismahdiin oo dhan markuu nabigu iska bariyeelaya wuxuu leeyahay ilaahay agoodi aan ku dagaalamay adiga weeyaan adiga ayaan muxuu ahaayay cadowga sababtaada ugu xeeladaysanaya adiga sababtaada ayaan cadowga ku qasbi adiga sababtaadana ilaahay u dagaalamaya buu yiri. اللهم إلهي وأنت أديك يا عضدي أقود ديداء يا ونصيري كي إكالميني. عضدك في اللغة العربية وحالتها قربك لغصة بالله إلا سحلك أنت يا عضد لدها صومالينا وأنسكم عنهم بك إلهي وأديك كالمدى هذا أيان أحول عدوك محوها هاي أوغح لدي سنة إلا اندقالك حقوق بهية حالت يدقرب بهية. وكي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كالكت المامي ويري الحرب خدعة dagaalku wuxuu yiri waa dhagar iyo isgaad weeyaan. wabika ilaahay adiga kaalmadaada ayaan asuulu cadowga ugu boodayaayo ku qasbanaya weey. wabika ilaahay adiga sababtaada aan uqaatilu cadowga kula dagaalamaya. rawaahu abu daawud baa wariyay wa tirmidhi wa nisaa'i wa ghayrihi man hadith sahih. الحديث التاسع عشر حديث كسغالي تبنات عن أبي موسى الأشعري وحالقوري رضي الله عنه أن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم كان رسولك وحوها إذا خاف مركا وكعب صدو قوما دد قال نبي حدي جري كد عيسن جري اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود والنساء وغيرهم. مركا دعاء وحال آخرين يدعد كبغضه مخلوقات كبغضه إن يحكي ليان والشرك وذا كعب ستد هي مركا لود عيسى قال نبي حدي جري اللهم إله يو إنا أنغو نجعلك وحين كيلنا في نحورهم دونتودا معناها وحويان إلهي نغهر استاغ وشركودا نغقبو ونعوذ بك إلهي وحن كامغن غلينا من شرورهم شرطودا نحريغا وحويان ودونتا لا دها حقن ربدا اويه عدوغا marka waxawayaan markuu rabo inuu kula dagaalamo wax ku yeelo tasi waji ayuu ku soo qaabilaa inta badan. حديث marka حديث صحيح. الحديث العشرون حديث كاللباطنات عن أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي أنس وحلق وريي قال إنو يري كان رسول الله رسولك اللوحوها صلى الله عليه وسلم إذا على مركأ كره نشزا مال تاجه أو صرع من الأرض دولك كمده قال نبي حدي جري اللهم إله يو لك أذيك يكون سقناتي الشرف شرف ودنا ذا يكون سقناتي على كل شرف إذا الكد شرف دنبا دوشيدا إلهي وشرف بان leedahay weeyaan ama sharaf waxa kale lagu fasiray ala kulli sharaf meel kasta oo taagan weey leen labadooda waxay wadaagayaan sharaftu marka waa sareyn waay
ولك إلهي وذيك يكون تكلج الحمد مهد إذلكت على كل حال حالات كسا. رواه ابن السني إمام ابن السني أيا وريي وأرددي إمام النسائي كمذا كتاب له عمل اليوم والليلة والدعاء أي حديث كان قصص صار لكن حديث هو ضعيف. حديث كله صحيح يجري النبي عليه الصلاة والسلام markii uu muxuu ahaayay meel oo sare uu ku soo baxo oo dhul taago ku soo baxo saddex jeer buu xudii jiray Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ilaahay baa weyn oo wax kasta oo sareeya ka weyn buu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhigi jiray. Al-Imam al-Hafiz Waliddin al-Iraqi sharaxa طرح التثريب wuxuu ku sheegayaa aabahay baa wuxuu dhahay buu yiri munaasabada ka dhaxaysa Allahu akbar in la dhaho markii meel kore oo taage aad fuusho waxa weeyaan qofka markuu meel hoose ka soo degaan dago wuxuu isku arkaa qof macnaha saramaray oo naftiisa waxay jeceshahay sareynta qofka bini aadanka Ilaahay wuxuu jeclaysiiyay inuu markaas naftiisa ay sareyso arintaasna waxa ku jirta in qofku uu ka soo muxuu ahaayay dhamaaday dhulkii sheebta ama godka ahaa وميل تاجا وإمادي. أردت مركا وحي حسوسين يسابو إمام كليه هاي إنه إلهي ويندي سو حسوس إنه إلهي وحكا سانا كسي سريو. لكن حديثك ضعيف وسيدة صحيحة وحان دهني إن سد حجار الله أكبر الله أكبر دهويا. الحديث 21 حديث كوي اللواتنات عن سهيب بن سنان وحلقوري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى موسى أركين قرية تولو قرية سو يريد أدونيه أما سمغالو يريد أدونيه دخولها إنو قالو إلا قال النبي قديه جري حين يراها مركو أركو كصبحو اللهم رب السماوات السبع وما أضلت والأراضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي وابن السني وغيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام المقالة مركو كصبحه دعاءنا يكدعي سجري اللهم إله يو رب السماوات سماوات كرب غاذي ربي إسكال هاي وسماواتك السبع تدوضع هاي وما أضلت يوحي أهريين ومخلوقات والأراضين يا ربي إسكالها الأراضين طلكة السبع تدوضعها وما أقلت يوحي حنبارتي ومخلوقات دش هذا صارا ورب الشياطين شياطين تربي إسكالها وما أضلت يوحي أي باضييسي ورب الرياح اللي هي دبالها إسكالها يوما ذرينا يوحي أي كعيين وعيد أي محو أي كعسية. أسألك إلهي وحن كويدي سنيا خير هذه القرية مقالة خير كذا يا كويدي سنيا وخير أهلها يدتك الدقن خير كوضا وخير ما فيها يا مقالة وحا كل حصوان وخيرة أيان الله كويدي سني وأعوذ بك إلهي وحن كامل جليا من شرها مقالة شرت هذا يا وشر أهلها يا أهل كذا مسدتك الدقن شر كوضا إلهي وكامل جليا وشر ما فيها يا شرك مقالة نحذ هذا كسوغن. رواه النسائي وابن السني. محان ربعنا مركا براروجية كلمة القرية هذا محوها هاي الحقيقة العرفية هذا عرفي أهان قرية وحلو استعمالها تولو مقالة عادة وحلرها المدينة لكن عرفي شرعي قرية هي مدينة وأسكمت تولو هي مقالة هل شيء بيستعمالان سيدا درادت قصة النبي خضر يا نبي موسى الأحمرتي مركي أي مقالة كصبحين حدهن فانطلقا حتى إذا أتيا على أهل قرية بينه قصة دحدنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كتمد مركي الدعاء وحالا آخر مركي محوها هاي اللي صبحه مقالو محوها هاي كصبحه تقلي ربطه هي اللي دعيستا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا